تفتخر مدينة جدة بكونها متعددة الثقافات وعاصمة ساحرة فنونها، وهي مدينة موسيقية أصيلة اللي انطلق منها كثير من الموسيقيين العمالقة اللي صنعوا أعذب الأنغام. ولا زالت جدة تزهو بهذه الفنون في مشهد حضاري مستمر في الازدهار، وتعتبر جدة بحد ذاتها معرض فني وموسيقي مذهل لكل من يزورها. كثير من الشباب والفتيات يصعدون بشكل لافت في المجال الفني والموسيقي والغنائي، ويواصلون إبداعات من سبقهم. والله هي قصة بسيطة. دحين أنا تاني فرد في الأطفال، في الأولاد، يعني في كان أخو أكبر مني، فكنت دائما أطل لي في كل حاجة، أقلده في كل شيء. فكان كل ما يسوي شيء أحاول أقلده فيه، كل ما يسوي شيء أقلده فيه. ومرة كنت شايفة إنه هو كان جالس على البيانو قاعد يدندن، وجلست أقلده بعد ما مشي وشبكت معايا. الجمهور بيروح يعني غالبا يكون اتجاهه للعربي أكثر، للأشياء الأشياء الخفيفة اللي بتغير جو الواحد أكثر. اللي أنا بعزفه يوجولي بيكون الجمهور تبعه اللي بيتذوق الفن يكون يعني متذوق ديب، اللي بيشوفوا باتجاه عميق جدا. لما يصير يتعرضوا أكثر المجتمع للأشياء هذه، ويكون يعني available في الببليك بليسز، في الأماكن العامة، تكون متوفرة للناس، الناس تتعرض لها أكثر، وقتها ممكن الواحد يحس فيها. لأنه كيف الواحد بيحس في الفن إلا إذا تعرض له وجلس يجربه فترة. يعني إذا الإنسان عرضته لواحد نوع من الفن بس حيستمع لواحد نوع من الفن، unless إنه هو يتعرض لأشياء مختلفة ويجرب أشياء مختلفة، وقتها حيعرف يحب إيش، يميل لإيش. فلقيت هنا في أرباب كوميونيتي مرة حلو. بتكلم في لانجويج أو في لغة الفن الكل بيفهمها والكل بيتذوقها، وبيحتوي الإنسان. وكل ما بجي هنا بلاقي الوقت بيساعدني أقرب من الميوزك أكتر. بدأت أنا يعني أتردد للمكان بس عشان يعني أهرب من زحمة اليوم وألاقي وقت لنفسي. شوية شوية لقيت نفسي بجلس على البيانو، شوية شوية لقيت ناس معايا بتستوعب الفن هذا. دخلت في باند دحين بنعزف دائما، يعني بلاقي نفسي بقرب أكثر من الأشياء اللي بحبها في المكان هذا. مشكلة إني أنا نقلت كوني أعزف سولو لستيج. الستيج فيه حاجز مرة سيء، لكن بحاول أتجاوزه. لما بتشوف الناس مبسوطة من اللي بتقدمه، في فرحة بتحسها جوتك. لما تلاقي اللي حولك مبسوط وبينهوا أسبوعهم أو يومهم المتعب، بيجلوا ويجلسوا معاك وانت بتضيع لهم التعب ده، بتبددوا بالميوزك، بيجيك شعور مرة مختلف.